السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين آمين. ازيكم حبايبي اخواتي في الله، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. العيد على الأبواب والصيف دخل خلاص علينا والحر، وبعدين بقى ايه؟ بنحاول نطلع من الحر ده بأي حاجة، يعني بأي حاجة على قد ما نقدر. فأنا افتكرت بقى حاجة كنت ماما بتعملها لنا دايما في الصيف، وانا بعد الجواز بعملها. وللاسف انا كنت فاكراها يعني ما ماما كانت بتعملها اقول لها يا ماما لا انا عايزه اشتري زي صحابي زي ولاد خالي زي كده ما بيشتروا. فكانت هي تقول لا الحاجات دي كلها نص عينها هعملوها لكم في البيت احسن. وبالفعل كانت تبقى طعمه، بس احنا يعني كاطفال فاكرين ان ده مثلا يعني مثلا يعني هما مثلا زي مثلا مش عايزين لا حرمان منهم لينا. بس هما كانوا خايفين علينا، وبالفعل بدأنا تلقائي نعمل نفس الحاجات دي مع أولادنا. او انا بقيت اعمل كده مع اولادي، يعني خوف عليهم. طب ليه يا ابني؟ انا هشتري لك، انا هعمل لكم في البيت كده. ففي الجو ده الحر بقى هنعمل ايس لولي او هي اللوليتا. هعملها لكم. بصوا شايفين الالوان دي كلها؟ يعني ما عايزه اقول لكم لو هتعملها بنوع عصير واحد هتطلعها بالالوان دي كلها برضو. اللوليتا سهله جدا. يعني انا عايزه اقول لكم حاجه، مثلا انا ممكن اعمل كميه العصير دي او كميه اللوليتا اللي قدامكم دي بنوع عصير واحد. ازاي؟ هي دلوقتي هو انا مش عاملاها صراحه بنوع عصير واحد، بس هقول ده مثلا كان عصير مانجا، كيس عصير مانجا طبيعي، طلعته من التلاجة وعملته في لتر ميه. تمام. دوبته في لتر ميه، ممكن ازيد شويه، وحطيت السكر اللي انا عايزاه. مش هحدد بقى كميه السكر، سكريها زي ما تحب. أم، طيب بعدين عندي بقى القوالب دي انا كنت متجوزه بيها، اللي هي الايس لولي او اللي بتاعه اللوليتا او الايس كريم والحاجات دي. فانا صراحه يعني ما بحبش اعمل بيها قوي صراحه. ليه بقى؟ بحسها بتفك مني. فعيالي مبسوطين واللي عايزين يعملوا بيها عملت بيها. طيب ده كله كده من اللتر المانجا، وده هنا من لتر عصير، وده من لتر. كل لتر طلع معايا 6 اكياس. طيب ده اول فكره ان انا هعملها بعصير طبيعي. طب لو مش هعمل عصير طبيعي، بصوا في الكياس دي اللي هي الفروتي، انا بجيبها بالعلبه. في مانجا وفي تفاح. هو التفاح خلص؟ لا اهو. تمام. الكيس المانجا عملته طلع 6. طب دي مانجا؟ دي مانجا. ده تفاح، دي تفاح، ده تفاح اهو. ده الاساس بتاعه. ودي المانجا اهي، دي الاساس بتاعها. عملتي ايه طيب؟ خليتيها الوان كده. معايا دول جايباهم من زمان، يعني معايا بقالهم يجي سنه وزياده اهو. وطبعا الصلاحيه لسه ما انتهتش. بلعب بالالوان، بخلط الالوان. انا معايا جدول الالوان وفي حاجات انا حافظاها. احط لون على لون يدينا اللون، احط لون على لون يديني لون. وده كله هو بنوع. يعني ده مثلا ده المانجا الطبيعي، بصوا خليتها احمر، خليتها اخضر، خليتها ده الطبيعي الاصفر مش. وهنا خليتها دي برتقالي اهي او بني او برتقاني يعني. ودي اخضر. تحسوا انا عامله مشروع صابون سائل مش عصير. هنا برضو بصوا الالوان دي، تدرج الالوان. ده اخضر، بس ده اخضر اللي هو زي زيتي كده، وده اخضر غامق. هنا ده الاورنج، ده اللي هو لون عصير المانجا. الكيس فروتي برضو، الكيس بدوبه في لتر، والسكر زي ما انت عايزه، والالوان حبه حبه في كوبايه. يعني انا كان عندي كوبايتين هم. اعمل العصير هنا واحط في دي عشان ليها بوز. تمام. واصب بيها لان دي سهلت معايا. وادرج اللون يعني حبه حبه، مثلا بحط نص كوبايه، النص يطلع كيسين. يعني انا عرفت وعرفت ايه هي بتطلع ايه، واخلص وبس كده وشكرا. طيب هعمل بايه بقى؟ في حاجه بس اسمها ايه، الاكياس اللوليتا اهي. دي بتيجي من عند العطار او اي واحد بتاع مستلزمات الكياس والحاجات دي، الورق والحاجات. عنده الكياس في منها احجام. بصوا في حجم ده صغنن، في الحجم ده اكبر شويه، في وسط، في ارفع. طب انا هقول له ايه؟ قولي له عايزه اكياس التمر والعرقسوس بتاعت بره. بس كده هيديكي بقى. يعني انا عايزه اقول لكم ان الاكياس دي من اول ما اتجوزت هي عندي. رحنا نجيب مش عارفه كان 4 كيلو تمن ب8. يعني الحبه دول ب8. انا عم بقى يعني 5 سنين بعمل بيهم كده. المهم يعني هي سهله جدا. العصير بقى عايزه اقول لكم انا بالعرقسوس عامله، بالكركديه عامله، باي حاجه عندي. ممكن تعملي عصير ليمون بقى مع اسمه ايه ده،
مع النعناع، وتاخديها برضو في الحر كده. عايزه اقولك والله العظيم حلو جدا، بتطر على القلب. انا عامله الكميه دي بقى عشان العيد بقى وكده، وخلاص داخلين على العيد والعيال بقى والحر والفرهده. يعني الكميه اللي قدامكم دي كلها ماشي من 3 اكياس. دي من كيسين عصير صناعي، ودي من كيس طبيعي. انت ممكن تخليه كله صناعي لو عايزه، ممكن تخليه طبيعي لو عايزه، اللي انت عايزاه. تدرج الالوان ده بقى زي ما قلت لك العبي بيهم. انا جايبه الالوان الاساسيه اللي هي الاحمر والازرق والاصفر، وبلعب بخلط ده على ده، ده على ده، ده على ده. طلعي بقى اخضر، بنفسجي، موف، اورنج، بني، اللي انت عايزاه. العبي بالالوان براحتك. ده برضو الالوان بتجذب العيل وبتخليه يحب الحاجه اللي قدامك، يعني خليكي شاطره وناصحه. كتر الالوان دي بقى الله، لا انا عايز اخضر، عايز اصفر، في نفس الوقت هي مانجا، اخضر احمر اصفر، هي مانجا برضو، فاهميني؟ فهي سهله جدا ومش هتكلفك حاجه يعني. السكر زي ما قلت لك، عايزه تقلليه عايزه تزوديه براحتك. ما خدتش معايا على فكره الكميه دي برضو، ما كان تقريبا نص كيس سكر يعني بس. كلفتني بس. بصوا كميه ما شاء الله، يعني كام واحده؟ 16 واحده، ده غير اللي في العلب ده. 16 واحدة، يعني لما هياخدوا مثلا كل يوم 2، يعني هيقعد معايا اكتر من اسبوع. ده مش هياخدوا كل يوم يعني، واحنا ممكن ناخد معاهم كمية. وبعدين انا عاملة كيس كبير، فاهميني؟ ممكن تجيبي اكياس حجمها صغير، لان دي يعني انا صراحة كان عندي الصغيرة بس خلصت. ولما جيت اعمل ما كنتش عارفة انها خلصت، فعملت في الكبيرة. الصغيرة بتاخد نص الكيس بالظبط. عايزة اقولك ان هو نص الكيس بالظبط. يعني كان ممكن ال16 دول يبقوا ده في الكمية كام؟ يعني 12 32 كيس. ده غير بقى دول هيبقى برضو دي بنص كيس، يعني دي 38 و6 38. كانوا هيبقوا عاملين لك 38 كيس، انت متخيله؟ بس انا مكبره كيس، وانت ممكن تجيبي كيس كبير وصغير، بس يستحسن يعني اوفر عليكي هاتي الكيس الصغير على طول، خليكي ناصحه. قول لا انا عايزه اصغر حجم، بحيث برضو ما يعني دي عشان نزورهم وما يكونش الدنيا ساقعه عليهم. يعني احنا بنوفر من ناحيه حاجات طبيعيه، وفي نفس الوقت يعني الالوان دي خلي بالكم طبيعيه، مش فيها اي ضرر. دي الوان طعام صحيه. عندك البودر اعمليها، عندك دي اعمليها. ده انا نقطتين بتلون وبتبهدل الدنيا، نقطه ولا نقطتين. فيعني بصوا انا عايزه اقول لكم فرحه عيالي وانا بعملها مبسوطين. واعمل لوليتا، والصغيره تقول لي ليتا ليتا، عايزه الليتا ان هي عايزه تاكل وهي لسه كده. قلت لهم لسه يا جماعه، هحطها في التلاجة في الفريزر. طيب البرود بقى بتاعها درجه التجميد، انا بحطها في الفريزر ليله كامله، المفروض مش اقل من 8 ساعات، عشان تجمد بقى الجمدان اللي هي تطلع لك بقى ايه ايسولي كده ساقعه وحلوه كده. بس انا بحطها ليله كامله اضمن، يعني احطها بالليل عشان يناموا. اصلا انا لو حطيتها بالنهار كل ساعتين ماما اللي ده ما كانش كل ساعه ولا كل 10 دقايق. فانا بحطها بالليل ننام، نصحى الصبح بقى براحتنا قضيهم بدل وجع الدماغ. فبحطها بالليل وبقى بقعد بتفضل في التلاجة. عايزه والله تحطيها بالنهار وساعتين تديها لهم، بس مش صدقيني مش هتوصل لدرجه الجموديه اللي انت عايزاها او التجميد اللي احنا عايزينها، لان كمان الدنيا حر عادي. طبعا بقى معاكي في المصايف حلوه جدا، وتحطيها في الايس بوكس او في اي حاجه. في العيد يعني انا قلت عامله بقى عشان العيد والفرحه وكده. بصوا مش بتقف. وبجد يعني انا عرفت لما كبرت ليه امهاتنا كانوا بيعملوا الحاجات دي. توفير كتير من ناحيه، وفي ناحيه تانية صحيه، والله صحيه بجد. وزي ما قلت لك الكيس كمان بمقام 2 3 من بره، يعني 2 3 جنيه بره، دي مقام 5 جنيه بقى الكيس. شفتي انت بقى لما تعملي كيس؟ وزي ما قلت لك ده انت ممكن تروحي تجيبي ب10 جنيه كيس، هتقعد معاكي السنه كلها، هتهيصك. لان الكيس دي مش غاليه يعني، ومش بتوزن، صغيره فمش بتوزن غير كيس التلاجة والحاجات دي. فجربوها وان شاء الله هتعجبكم. انا برضو مش هسيبكم كده، هوريكم بكره بقى اللي في الفريزر، اللي هي الكركديه اسمه ايه ده اللي انا عاملاه، والرقسوس. الحاجات دي برضو في الحر كده الضغط والترطب على القلب. هوريها لكم بكره. انا مش رضيت اوريكم الطريقه بتتعمل ازاي عشان مش هطول عليكم يعني، بس الفيديو بيطول برضو لوحده. هوريها لكم بكره بقى بعد ما طلعتها من التلاجة، بعد ما جمدت وشكلها والوانها. بصوا والله خطيره 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 الالوان. الناس هتلعب بالالوان. انا ما كترتش في الاحمر، الاحمر بيبقى لون كده فاقع وشاذ، تحسوا ان درجات الالوان كلها شبه بعض. بس يعني يلا المره الجايه تمام. نيجي لكم بكره بقى واوريكم ايه شكل اللوليتا بعد ما
ما جمدت شكلها عامل ازاي. يلا بصوا انا عملت منها برضو لوليتا. عملت داير اسوس وفي كركديه في التلاجة. يعني بصوا، لوليتا ما بتقولش لا، فاي حاجه، اي عصير زي ما قلت لكم، اي حاجه عندك اعمليها برضه، حطها تجمد ونطلع منها على ايد في اي وقت. في الحر كده حلو، بترطب على القلب والله بجد كده اهي. يعني اي حاجه، او الحاجه رخيصه معموله في البيت. ويعني انا عملت العرقسوس ودي نص الكميه ونص الكميه هنشربها. ادي يا بنات شكل الايس لولي تاني يوم بعد ما جمدت. عايزه اقولك شكلها مبهج قوي، والالوان بقى واللعب بالالوان. خليكي انتي بقى شاطره ولا راي ماما دايما تقولي الشاطره تغزل برجل حمار. يعني احنا عملنا الالوان دي من نوعين 3 عصير. كل الالوان دي، هي علب الالوان دي حلوه جدا عندك في البيت. آه، هتسهل عليكي يعني الدنيا في حاجات كتير. وادي دي اللي هي اللي في العلبه اهي، وادي اللي في الكياس. طبعا الولاد بصوا والله من ساعه ما اتحطت ماما ماما ماما، وفي حاجات لسه ما جمدتش، بصوا لسه طريه اهي، فاديتهم من اللي لسه طري ده. دي عرقسوس اهي، وفي كركديه اللي هو الاحمر ده. وده العصير بتاع امبارح الملون ده كركديه برضو، كنت عاملاه قبل كده. وده عرقسوس زي ما قلت لكم. ودي العصير بالالوان. بصوا فتحت مشروع مشروع ليتا على رأي بنتي، ستير عليها ليتا. عايزه اقول لكم العيال يعني فرحانين بيها. ابني عمال والله يا ماما ايه ده كله، مش عارفه ايه، احنا هناكل كل شويه. قلت لها مش كل شويه، هو كل يوم واحده على الاقل. علشان يعني زورهم وكده برضو، يعني كده غلط كترها يعني. والواحده كبيره حلوه يعني ممكن ياكلوها على مرتين اصلا. بصوا يعني كميه ما شاء الله ما شاء الله يعني. انتي شاطره بقى انتي واعملي الحاجه في البيت. يعني لاولادك خليكي ناصحه واعملي. هنعمل كل حاجه هنا على القناه، وقلنا اقتصاديه 100% بدون اي تكلفه. يعني مش كلفتني غير الكام كيس، وكيس العصير ما اعرفش ب 3 جنيه بره ولا بكام، انا بجيب بالعلبه فما اعرفش هو بكام اصلا. ومن هنا احب اوجه اعتذار لماما لما كانت كل حاجه تعملها لنا في البيت واقول يا لهوي وش يا لهوي. لا، في الزمن ده كل حاجه تتعمل في البيت. اولا توفير، ثانيا صحي. وقبل التوفير هو اولا صحي، ثانيا توفير. يعني الصحي قبل التوفير، لان كل الحاجه دلوقتي قعدت كلها امراض وحاجات وحشه. فاحنا بصوا يعني منظر الالوان اصلا فيها مبهج، انتم متخيلين بقى. ونحط بقى كده وناكل بقى، وياه يا لهوي. وبصوا الالوان، وعايزه اقول لكم ان طعم واحد. يعني هو اللي مثلا اقول لك هات اخضر ده، طب هات اخضر ده، طب مش عارف ايه، بس هو النتيجه في الاخر الطعم واحد اصلا. يعني مش هيبقى في طعم غير التاني، الا بقى اللي هو التفاح معروف مش عارف ايه. فهي يبقى انت وحظك، بختك يا بخيت يعني. بس يعني بس يا بنات نسيت اقول لكم دي بتتفك ازاي. بتحطيها بتمرريها تحت ميه الحنفيه العاديه، وبما اننا في الصيف هتلاقي الميه اصلا سخنه مولعه لوحدها. وبصوا بقى هتروحي لفها بالراحه. الله وكيل، انا ما بحبش القوالب دي بالذات عشان ساعات بتفكي مني، بس ما شاء الله طلعت. بصوا معايا كلها اهي. في منها قوالب سيليكون طبعا هتبقى احسن. دي برضو طلعت اهي تمام. السيليكون يعني لو في متوفره هتبقى احسن. والحاجات دي برضو رخيصه، كانت بتبقى ب10 ب15 جنيه. واهم حاجه وانتي بتحطيها هي والكياس في التلاجة، بس ما تكونش ملزقه يعني، او في عصير عليها من بره، عشان ما تلزقش في الفريزر. وفي اي حاجه في الفريزر فتلزق معاكي وتطلع معاكي بكل سهوله زي ما انا وريتها. وادي دي كمان اهي، بس انا عشان بشيل بايد واحده بس مش عارفه هي لحقت، انا لسه فكاها اهي بكل سهوله. يعني انا حبيت بس اشارك معاكم الفيديو قبل العيد بقى اللي عايز يعملوا كده في الصيف، في الحر، في المصايف، في اي حاجه معاكي شغال. انا كده خلصت الفيديو، اتمنى يكون عجبكم واستفدتم منه. لو عجبك الفيديو بقى مش تنسي تحطي لي لايك وتشتركي في القناه اول مره تشوفيني، وفعلي زرار الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. واستنوا فيديو جديد ووصفه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، وكل سنه وانتم طيبين. واسف صراحه تحت امركم في الكومنتات. سلام.